اخر قاعدة في القواعد اللي هتخليك ان انت تكون غني، ان انت تفشل بشجاعة. يعني تتخلص برضو من فكرة الامان، وان انا اخاطر باي فلوس معايا بان انا اكون اعمل بيها مشروع خاص، حتى لو هخسر، حتى لو هفشل. عدم المخاطرة نفسها هي مخاطرة في حد ذاتها، ان انا هفضل دايما في مكاني، عمري ما هتقدم خطوة لقدام. الكاتب بيقول ان هو شاف ناس كتير اغنياء خسروا فلوس كتير جدا وخسروا الاف المرات، ولكن قدروا ان هم يرجعوا تاني اغنياء، لان هم عندهم التفكير ان هم ازاي يقدروا يكونوا اغنياء. ولكن شاف ناس فقراء كتير ما خسروش ولا مرة، ولكن دول قدروا ان هم يكونوا اغنياء ودول فضلوا فقراء زي ما هو. فما تخافش من المخاطرة، ما تخافش انك تجرب. كل ما هتجرب هتتعلم حاجات اكتر، كل ما هتجرب هتفهم امتى تتحين الفرصة المناسبة اللي تقدر ان انت تكسب بيها فلوس اكتر، وامتى تتفادى